مجنون موسيقى الميتال اللي ما عندوش أي مشكلة مع لاعب أو حتى مدرب، ده المهندس العبقري يورجن كلوب، حبيب المصريين اللي عنده شغف يكفي كوكب الأرض كله. يورجن كلوب ما كانش لاعب جامد، كان لاعب عادي، بس كمدرب بقى أسطوري. ومش بس كده، مفيش بطولة لعب عليها وما حققهاش، حتى اللي كانت صعبة عليه جابها في شوال. وأزمته الحقيقية هي الهرشة السبعة. يورجن كلوب عنده مشكلة مع السبعات عموما. يورجن كلوب اللي لو انت لاعب عنده هتاكل النجيلة حرفيا، مفيش لاعب بيكرهه او هتلاقي لاعب مشي من فريقه الا واتكلم عنه كويس. وكمان ما عندوش عداوات او خناقات مع مدربين تانيين، هو بالعكس هتلاقيه واقف على الخط مهووس بكل تفاصيل الملعب والكورة والمشجعين، وكأنه مايسترو بيعزف ملحمة للمشاهدين. كلوب كلاعب لعب في مراكز الملعب كلها، من مهاجم لمدافع للاعب نص الملعب، وده خلاه عنده إحساس بكل لاعب وكل تفصيلة هيحتاجها من اللاعب. ومسيرته كلاعب ما طلعش بره ألمانيا خالص، لعب مع فرق انتراخت فرانكفورت وماينز ونادي بفورتسهايم وروتفايس فرانكفورت مفيش ثواني، وكان المدير الفني لنادي ماينز وساعدهم في الصعود للدوري الألماني سنة 2004. ومع رحلة الهبوط والصعود اللي اتكررت، كلوب مشي من أول رحلاته في التدريب سنة 2008، بس ساعتها كان اكتشف ابننا المصري محمد زيدان. كلوب بعدها على طول ما قعدش كتير في البيت وراح على نادي بروسيا دورتموند، واللي كان نادي فقير قدام عملاق اسمه بايرن ميونخ. بس كلوب قرر يحقق إنجاز مع دورتموند وقادهم بعدها للقب الدوري الألماني في موسم 2010-2011. وبعدها بسنة واحدة كلوب مع دورتموند حقق أول ثنائية ليه على الإطلاق، وسجل رقم قياسي للنقط اللي اتحققت في موسم واحد، ورقم قياسي تاني في عدد الانتصارات في الفوز. وبعد ده بسنة حقق إنجاز تاريخي لدورتموند ووداهم لنهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر 2-1 قدام بايرن ميونخ. وفي 2015 مشي من دورتموند وراح على ليفربول اللي كانوا فريق ميت وماشي لوحده فعلا. وهنا بدأ فصل جديد في القصة، لن تسير وحدك أبدا، You will never walk alone. كلوب راح على ليفربول، وأول ما شاف الفريق قال هكمل، مع إن نجم الفريق كان وقتها ميلنر وأوريجي. وفي أول ماتش مثلا ميلنر لعب جناح شمال وما تسألش إزاي. بعدها كلوب قرر يبني فريق بهدوء وكالعادة بأقل فلوس ممكن تدفع. وبعد أول موسم جاب فيرمينو من ألمانيا وقال له تعالى معايا، وكمان راح جاب الأسطورة السنغالية ساديو ماني، ومعاهم اللي بيمدهم باللعب وهو كوتينيو. بس يا سيدي عشان الحكاية تكمل، بعد موسم ونص قرر كلوب يعتمد على لاعب مصري جديد، وكان طبعا مين؟ محمد صلاح، وجابه بسعر ولا أروع 39 مليون بس. وكون ساعتها الثلاثي الأسطورة صلاح وماني وفيرمينو، وأكلوا الأخضر واليابس. وفي أول موسم للثلاثي مع بعض وصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بتاع راموس مع محمد صلاح. وبعدها بموسم حقق كلوب البطولة المستعصية عليه دوري الأبطال، وبعدها رجع الدوري للأنفيلد بعد غياب 30 سنة. كلوب فعلا أسطورة، وقبل ما يكون مدرب ده مايسترو شغف الملاعب.